وزارة الدفاع الوطني بلاغ عسكري رقم 35. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله العظيم. نفذت طلائع النصر والكرامة التابعة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت حفر وتخندقات جنود الاحتلال المغربي الجبان خلف جدران الذل والعار. وقد شهد يوم أمس تنفيذ قصف مركز استهدف مواقع جنود العدو في منطقة الخشيب بقطاع السمارة. وخلال نفس اليوم انفجر لغم أرضي بشاحنة للعدو خلف جدار العار في منطقة مدق بقطاع البقاري، وتم تدميرها بالكامل. وقد حاول جيش الاحتلال إجلاء المصابين عن طريق سيارة انفجر بها لغم آخر وتم تدميرها على الفور. ونهار اليوم قصفت مفارز متقدمة من جيشنا الباسل تخندقات العدو في المواقع التالية: قصف عنيف استهدف تخندقات العدو في منطقة زمول مخملة بقطاع مدريقة مرتين متتاليتين. قصف مركز استهدف جنود الاحتلال المغربي في منطقة الخشيب بقطاع السمارة. قصف عنيف استهدف مواقع العدو في منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس. قصف مكثف استهدف مواقع جنود الاحتلال بمنطقة روس ديات شديدة بقطاع الفرسية. قصف مركز استهدف معاقل قوات العدو في منطقة خنقة الشيظمية بقطاع المحبس. قصف مركز استهدف جنود الاحتلال في منطقة قرارة الرمث بقطاع الفرسية. قصف عنيف استهدف جحور قوات الاحتلال بمنطقة الفاعيين بقطاع الفرسية. وتتوالى هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي الميامين الذين يدكون حفر جنود الاحتلال ويكبدونهم مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار. وحرب التحرير تضمنها الجماهير.